يلا بينا نشوف الأجواء والفعاليات اللي صحاب الروسيين عملوها في السكن الجامعي. حبيت إن أنا أشارك معاهم، بصراحة كانت أجواء جميلة. بيكون عندنا ورق كده فيها المهام اللي احنا المفروض نعملها. أول مهمة كانت الرماية، فصاحبنا كان بيشرح لنا المفروض نعمل ايه وازاي نصوب. فانت بتختار ورقة بحيث ان انت تختار الوضعية اللي انت هترمي بيها. كان بصراحة الموضوع لطيف. Уже близко, близко. Провижайся. Ай-яй-яй! هنا المهمة التانية، المفروض ان الكورة تنزل في كوبايات المية، واللي هيكسب التاني هيتعاقب. انا هنا كسبت وصاحبي اتعاقب ان هو يشرب خل او زيت او اي حاجة مكتوبة على الكوبايات دي. Mohamed win. فبصراحة كانت اجواء لطيفة، Winner. هنا كسبت. Champion. دي المهمة التالتة، صاحبنا بيشرح لنا المفروض هنعمل ايه. فالمفروض كان في كذا شكل واحنا المفروض نعمل الاشكال ديت طريقتنا بقى. فكل مثلا واحد يقطع، واحد يلزق، واحد يفكر. في الاخر طلعنا بالشكل النهائي اللي انتوا هتشوفوا ده. ده زي يعتبر العربية بتاعت اسمه ده بابا نويل اعتقد، حسب ما هم قالوا. هنا المفروض ان احنا نمشي في الحدود ديت بحيث ما جايبين الواد معانا نسرق. وهنا مش عارف بصراحة دول بيتمنوا أغنية أو حاجة، فأنا بصراحة ما فهمتش هم عملوا إيه هنا، بس أنت بتعرف لهم كده وخلاص. هنا كانت المهمة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة، إن إحنا نتوقع إيه اللي جوه الصندوق. فإحنا توقعنا كل حاجة صح في مدة أقل من 7 دقايق. فبدأ يدينا النجمة على الورقة بتاعتنا كده. إحنا خلصنا المهام بتاعتنا، ويبدأ بقى يوزع علينا شوية هدايا. فأجواء بصراحة لطيفة، حاجات رمزية ولكن أجواء لطيفة بحيث إن أنت تشارك معاهم كده. يعني توقعنا كتير، يعني معانا 7 دقايق نتوقع فيهم ايه الحاجات الموجودة. وبعدين أجواء التصوير بقى اللي عايز يتصور. وهنا دخل علينا اسمه ده مش عارف احنا بنقول عليه بابا نويل، مش عارف بقى هم بيقولوا عليه بيه بالروسي، ليه اسم غريب كده. كان جايب معاه هدايا لينا وكده وبدأ يتكلم. فأنا هسيب الصوت ليكوا شغال يعني بحيث تسمعوا، مش هتفهموا حاجة ولكن كان عامل أجواء بصراحة حلوة ولطيفة يعني. Добрый день, Мороз, ты подарки нам принес? Ура! جاب برضان. وزع برتقال دول ولا ايه؟ وهنا كالعادة تأجير صاحبي، لازم أي مناسبة أو أي تجمع لازم يتكلم، دي حاجة أكيدة يعني. وهنا المصور بتاعنا تيمور، اللي عايز يتصور يتصور وكده. تيمور شخص كويس يعني معنا في السكن هنا، اللي عايز يتصور بقى يتصور وكده. وبعدين لما يتصوروا مع بابا نويل كانوا جايبين بيتزا فمجانية، يعني اللي عايز ياكل ياكل. فأقول له ايه، مد ايده كل بيتزا يعني. التصوير بيتزا. وهنا نحب نشكر بابا نويل على البرتقال. متشكرين يا عم.